رد فعل غير متوقع من رابطة الأندية على بيان الأهلي بشأن أزمة القمة. شهدت الساعات الأخيرة عن أول رد فعل من رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بخصوص بيان النادي الأهلي حول انسحابه من اللقاء. وأعلنت رابطة الأندية المحترفة أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها المقرر اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل. ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة على موقع فيسبوك مواعيد مباريات اليوم في الدوري، بما في ذلك موعد مباراة القمة مع تعليق جاء فيه هنا ديربي القاهرة، مما يؤكد أن المباراة ستقام كما هو مخطط لها. وجاء هذا الإعلان بعد البيان الصادر عن النادي الأهلي الذي طالب فيه بتأجيل مباراة لحين تعيين طاقم تحكيم أجنبي، مهددا بعدم استكمال بطولة الدوري في حال عدم الاستجابة لمطالبه. وجاء نص بيان الأهلي كالتالي: ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة 11 صباحا التخبط الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة. كما ناقش المجلس أزمة مباراة اليوم وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود وأثرت في نتائج المباريات، بل وامتدت أحيانا إلى محاولة تحديد طريق البطولة، فضلا عن قيام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال مكاتبات رسمية عديدة لاتحاد الكرة طالبا تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بها، وإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يحمل سيرة ذاتية تؤهله لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي. وفي ذات الوقت يتم توفير الأجواء والمعاونين الذين يساعدونه على النجاح، لكن للأسف لم نجد أي استجابة أو ردود على مكاتبنا. حتى وإن تم أحيانا تعيين أحد عناصر الكفاءة وجدنا هناك من يسعون إلى إقصائه، ولا زالت المنظومة التحكيمية تمثل علامة الاستفهام الأكبر في الكرة المصرية. وإزاء كل هذه الأزمات المتكررة والإصرار على عدم إسناد مباراة اليوم لطاقم تحكيم أجنبي وتوفير عدالة تحكيمية وحفاظا على حقوق النادي، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي ما يلي: التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة. وفي حالة عدم الاستجابة فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري. مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.